السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متبنيين كل أفكار التوفير، وإن شاء الله هنجيب لكم كل ما هو يوفر عليك ويوفر ميزانيتك ويوفر دخلك. هنضاعف كمية البريل. لو عندك لتر من البريل هنضاعفه بفكرة سهلة وبسيطة جدا. ملعقة ونص من البيكربونات أو صودا الخبيز، أو الكربوناتو، البيكربونات الصوديوم أو صودا الخبيز. هنضيف عليهم 2 ملعقة من السكر. والبديل ده يا جماعة بديل التكسابون، هيديكي قوام حلو قوي قوي مع البريل او صابون المواعين، ومش هتحسي ابدا انه قوامه ميه، او انت كده هتضاعفي كمية البريل او صابون المواعين اللي عندك بدون انك انت القوام يبقى مايل للسيولة. وهنحط عليهم حوالي كوباية ونص من المية او كوبايتين من المية، والله ما هيفرق خالص، ولا هتحسي ان القوام بقي سائل او البريل بقي سائل. هندوب الكمية دي كويس خالص خالص، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. اولا يا جماعة، صابون او المنظفات اسعارها بقت صعبة جدا، والكل بيدور على بديل ازاي يوفر في الميزانية، وازاي يوفر في دخل في ميزانية الأسرة، وإزاي يوفر يقلل نفقات الاستهلاك اليومي وكده. فأنا فكرت في الفكرة دي أو لقيتها على برنامج، يعني عجبتني خالص الفكرة، حلوة خالص وهتعجبكم. وحبيت ان انا اقول لكم كل ما اشوف حاجة جديدة بحب ان انا اقولها لكم يعني. هندوب الكمية دي كويس خالص، وان شاء الله كمان الفترة اللي جاية انا هجيب لكم صناعة البريل او فير المواعين بطريقة حلوة قوي قوي، وان شاء الله تبهركم. ناوية ان انا اصنعه منزلي يا جماعة عشان نوفر في الميزانية، وكمان انتوا توفروا معايا. ف يعني حاجة كويسة، وليه ما نقدر نعمل الحاجة في البيت نشتريها غالية من بره. احنا كمان هنعمل حوالي 6 أو 10 لتر فيري مواعين في البيت بطريقة سهلة وحلوة قوي. فتابعوا، يا ريت تعملوا اشتراك ولايك عشان يصلكم كل ما هو جديد ومفيد ان شاء الله الفترة اللي جاية. انا بدور على كل الافكار اللي هي ممكن توفر في ميزانيتك. دوبناهم كويس خالص كده يا جماعة. طيب بعد ما دوبنا الكمية دي كلها، او المعلقة ونص البيكربونات صوديوم او الصودا الخبيز، مع معلقتين سكر، مع كوباية ونص من المية. حطيت الاول انا كنت حاطه كوبايه واحده ميه الفكره، ورحت حاطه كوبايه تاني من الميه، يبقى كده انا حطيت كوبايتين. اللي عايزه تحط كوبايه ونص ماشي كويس يعني. يبقى انا كده حطيت تقريبا حوالي لتر من الميه على هضيف له حوالي تقريبا لتر من البريل او الفير بتاع المواعين على الفير الجاهز، يعني اللي احنا بنشتريه بالكيلو من بره. الكيلو تقريبا ب5 جنيه، يعني كده الميزانية كلها هتعمل حوالي 2 لتر ب5 جنيه. بص انا حطيت لتر تقريبا من فير المواعين. هنا البريل يا جماعة هو لونه كان الى حد ما مصفر، بس لانه ليه فترة طويلة معايا، فلان انا مشترياه فلت كده، فلونه غير معايا. انا عاوزة ارجعه اللون الاخضر او الاصفر، هضيف له اي لون، ممكن لون منظفات، او لو عندك لون طعام، مجرد نقطة واحدة من لون الطعام اللي هو الاخضر، هيخلي معاكي اللون يرجع اخضر وحلو خالص. او بص القوام متماسك جدا، وما هوش قوام سائل والله. يعني انا ما كنتش افتكر الخطوه دي حلوه قوي قوي، وفكره حلوه قوي يا جماعه. ان شاء الله تعجبكم وتضاعفي كميه البريل، وتوفري في ميزانيه الاسره وتوفري في دخلك. يعني ممكن الفلوس اللي انت يعني بدل لو عندي جيركن مثلا من البريل او الفيري، ممكن اضاعفه يبقى جيركنين بالشكل ده بطريقه سهله. طبعا انت كل كوبايتين من الميه هضيف لهم معلقه ونص من البيكربونات الصوديوم او الصودا، ومعلقتين سكر. فبهذا الطريقه كل كوبايتين ميه معلقه ونص ومعلقتين سكر. فانت بقى عاوزه تحطي 4 كوبايات، هيبقوا 3 معالق و4 معالق سكر. بصوا لما ضفت اللون الاخضر، لون طعام يعني، او محضرات بتاع مستحضرات الاكل. بصوا اللون زي لون البريل، جميل خالص. وممكن تحط اللون الاصفر لو عندك حبة من الكركم، يعني مش لازم يعني لون اصفر، ممكن في الوان منظفات يعني. براحتك عاوزة تضيفي.
وادي القوام يا جماعة، قوام سميك جدا ما اتغيرش معايا وحلو قوي، والنتيجة مبهرة. يا ريت تجربي وتعملي تضاعفي كمية البريل اللي عندك، وما تنسوش الاشتراك واللايك عشان يصلكم كل ما هو جديد ومفيد بإذن الله. كل أفكارنا تبقى جديدة الفترة القادمة. لا تنسوا الاشتراك واللايك.